أهلا بكم سادتي، من العناوين إلى تفاصيل الأخبار. أوضح التعليق الأسبوعي الصادر بأن دولة إريتريا حققت استغلالها بالأرواح القالية وتعتبر أرض الأمانة الكبيرة مقارنة بالتضحيات المقدمة، ولها العهد والعمل بتفاني لتعويض أمانة الشهداء عمليا. وذكر التعليق الصادر بعنوان عملنا تعويض شهدائنا أن يوم الشهداء ليس يوم نعبر فيه عن احترامنا وحبنا وشكرنا لشهدائنا فحسب، بل يوم نجدد القسم لتنفيذ وصيتهم بالعمل، ولدينا مسؤولية كبيرة لجعل دولة إريتريا أرض استقرار للأجيال القادمة وبلد مزدهر تعمه العدالة والرخاء. وقال التعليق الصادر أن اعتزاز وفخر وشكر الشعب الإريتري لا مثيل له للشهداء الذين تحملوا الصعاب التي قيل باستحالة تحملها ونضلوا وجعلوا رغبة وقاية شعبهم حقيقة ملموسة، موضحا بأن دولة إريتريا لمحيت من خريطة العالم بالنظر للعدائيات الكبيرة والمؤامرات العالمية التي واجهتها لولا تضحيات أبناء الوطن. وأشار إلى أن شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم الغالية من أجل الأفضل لمجتمعهم كانوا على ثقة بأن رغبة وهدف الاستقلال سيتحقق، وقد أثمرت تضحياتهم الغالية بخروج الشعب الإريتري من الاستعمار والحفاظ على عزته وكرامته. وأكد التعليق الأسبوعي بأن الشعب الإريتري أثبت بأنه شعب موثوق تسلم ونفذ بتفاني وإخلاص أمانة الشهداء وإدراكا لأمانتهم، مشددا بأن وصية الشهداء ستكون نبراس نهتدي به في حياتنا اليومية وبناء دولة إريتريا. أحيا الإريتريون المقيمون بجمهورية السودان 20 من يونيو يوم الشهداء ببرامج وأنشطة تعكس المناسبة. وقال السكرتير الأول في السفارة الإريترية في إريتريا لدى السودان السيد إبراهيم إدريس في كلمة ألقاها في المناسبة أن ذكرى شهدائنا الذين أضحوا بأرواحهم من أجل الشعب والوطن يتوجب تجديد العهد لتنفيذ وصيتهم بالعمل. وأوضح مسؤول الشؤون القنصلية السيد إسماعيل موسى من جانبه أن 20 من يونيو يوم تجدد فيها العهد لتنفيذ أمانة الشهداء بتنمية البلاد والتصدي للعدائيات. وقد اتخذت الجاليات الإريترية في مدن كسلا والقضارف والخرطوم وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وشباب الجبهة الشعبية وفروع الجبهة الشعبية وكنيستي القديس ميكيل وأبونا أرقاوي بمبادرات رعاية 65 أسرة شهيد. اتخذت الجاليات الإريترية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في مناسبة إحياء يوم الشهداء مسؤولية رعاية 100 أسرة شهيد والتبرع بمبلغ 18,000 ريال سعودي لصندوق أمانة الشهداء. وخاطب المناسبة سفير دولة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيد محمد عمر محمود قائلا أن من وصايا الشهداء العمل على تنمية وازدهار إريتريا، داعيا المشاركين تعزيز المشاركة في برامج إعادة بناء الوطن. وذكر رئيس الجالية الإريترية في الرياض السيد جرماي يماني أن يوم الشهداء يوم عزة وافتخار وسيسعون جاهدين رعاية أسرهم. وقدمت في المناسبة الشهادات التقديرية للمواطنين الذين أوفوا بواجباتهم اتجاه أسر الشهداء. وفي غضون ذلك أحيا الإريتريون في الكويت مؤكدين على تجديد العهد لتنفيذ وصية الشهداء، كما أحيت الجالية الإريترية في جمهورية مصر العربية يوم الشهداء. وفي يوغندا أوضح سفير إريتريا محمد السليمان في المناسبة إحياء ذكرى الشهداء أن إريتريا التي جاءت بالتضحيات الكبيرة تغدو قدما على طريق التطور والنماء، داعيا الإريتريين في يوغندا تعزيز مشاركتهم التنموية. وقدم الإريتريين المقيمون في جمهورية جنوب أفريقيا في المناسبة إحياء يوم الشهداء مبلغ 12,000 راند لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وحث سفير دولة إريتريا لدى جمهورية جنوب أفريقيا السيد صالح عمر في المناسبة على تنمية البلاد تنفيذا لوصية الشهداء. كما أحيا الإريتريون المقيمون في أنغولا وزامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي يوم الشهداء.
تبرعت أسرة السيد حسن سالم من مدينة مصوة بمبلغ قدره 120 ألف نقفة ل10 أسر شهداء بمعدل 12 ألف نقفة لكل أسرة. وقال السيد حسن أن الدعم يعتبر بسيطا مقارنة بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء بتقديم أرواحهم لهذا الشعب والوطن. وذكرت ابنته السيدة حليمة حسن أن التعاضد والتكافل من القيم الإريترية السمحة، موضحة بأن رعاية أسر الشهداء ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل هي واجب كل مواطن إريتري. وقال الزوجة السيدة حليمة السيد محمد علي محمود أن العناية ورعاية أسر الشهداء من مسؤولية جميع المواطنين، داعيا لتعزيز مساهمة المواطنين. وشكرت كل من السيدة مصلال جبري رسوس والسيد محمد علي إدريس والسيدة أبابة ولد مريم الذين تلقوا الدعم بالرعاية التي يجدونها من قبل الشعب والحكومة. وأشاد مسؤول وزارة العمل والرعاية الاجتماعية فرع إقليم شمال البحر الأحمر السيد كداني يوهنس بمبادرات المواطنين في الداخل والخارج لرعاية أسر الشهداء. أكد الإريتريون المقيمون بمدينة جنيف السويسرية في مناسبة إحياء ذكرى الشهداء عن استعدادهم الدائم لتنفيذ أمانة الشهداء. وأوضح القائم بأعمال سفارة إريتريا لدى سويسرا السيد بركت ولد يوهنس في الكلمة التي ألقاها في المناسبة أن رعاية أسر الشهداء مسؤولية كل مواطن. وذكر مسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة لدى سويسرا السيد شليش إدريس أن حماية الاستقلال الذي جاء بتضحيات الشهداء واجب وطني يتوجب علينا العمل بتوصية الشهداء الأبرار لتدوم إريتريا عزيزة ومحمية. وتبرع المواطنون بأكثر من 3200 فرنك سويسري و50 ألف نقفة لتنمية أمانة الشهداء. تلقى 89 من أعضاء وزارة السياحة من مختلف الأقاليم الإريترية الست دورة تدريبية في الإدارة السياحية. وأوضحت وزيرة السياحة السيدة إسكالا منكاريوس في مناسبة التخريج التي جرت في منطقة إمبات كلا أن الدورة تطوير استراتيجية الخطط وهيكل وعمل الوزارة، داعية لتطبيق الدراسة التي تلقوها على أرض الواقع. وقالت أن الدورة سيكون لها دور كبير في حل مصاعب العمل والمساهمة بفعالية لإنجاز الأعمال الإدارية. وذكر ممثل الخريجين أن الإدارة مجال واسع يتطلب المعرفة وهو نتاج الخبرات الطويلة. وأشار المشاركان في الدورة عردي السياس وهيوان عند مريم أن الدراسة التي تلقوها سيوظفونها لخدمة الشعب والوطن وتطوير قطاع السياحة. أشاد سكان منطقة حرقيقو بالخدمات التي تقدمها شركة حارات للمواصلات بإدخال حافلات جديدة وفتح خطوط مواصلات إضافية. وأوضح السيد إبراهيم محمد عبدو والسيدة خديجة أحمد أنهم كانوا يعانون للانتقال من وإلى حرقيقو ومصوة، وفتح شركة حارات خط حرقيقو ومصوة في الفترة القريبة الماضية حل من المشكلة وساهم في السفر بأسعار مناسبة. وقال مسؤول خدمات المواصلات بمدينة مصوة السيد أدحنوم كوري أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لتوفير خدمات المواصلات الشعبية، مؤكدا على تطوير خدمات المواصلات في إقليم شمال البحر الأحمر. وتقدم شركة حارات خدمات المواصلات على خطوط مصوى أسمرة وجندع وشعب وقحتيلاي وحرقيق وفرو وطيعو، وتخصيص حافلة إلى جزيرة دهلك. أوضح رئيس جمعية منتجي الألبان بالإقليم الأوسط السيد رزاني باولوس أن الجهود تبذل للحد من تناقص الأعضاء لرفع إنتاج الألبان. وقال أن السبب الرئيسي في تناقص عدد الأعضاء ناجم عن انخفاض سعر الألبان المقدم للمصانع التعليب وقلة العلف الزراعي وعدم الاستجابة للطلب الجمعية لتوزيع الألبان بنفسها على المستهلك، موضحا من غير المعقول والمقبول مشاهدة الأعضاء الذين يقدمون الحليب لمصنع الألبان بأسعار 14 نقفة يباع في المتاجر بسعر 30 نقفة وأكثر. وأوضح بأن الهدف الأساسي للجمعية هو تحقيق وفرة الألبان في الإقليم الأوسط، مناديا إلى وضع حد لأسلوب التوزيع الذي يفقد التجارة ويضر بالمزارعين.
وذكر السيد نغوسي ولد السلاسي والسيد جرز جهير عند مسكل والسيد دسبلي كاسا الأعضاء في جمعية منتجي الألبان أن قلة العلف من المصاعب الرئيسية لهم، كما أن الأسعار غير المقيدة لأصحاب المزارع، داعين وزارة الزراعة ازدياد التعاون الأبقار.